ازيكم؟ مزيد من التسريبات عن السامسونج واتش 6 كلاسيك. هنتكلم النهارده عن مزيد من التفاصيل عن الشكل والتصميم النهائي للساعه واشياء اخرى قويه جدا، فمهم جدا تكمل الفيديو للاخر لو انت مهتم، وما تنساش كمان تعمل لايك للفيديو ده لان ده مهم جدا. أنا لا أنساك فلسطين ويشد بي البعد، أنا في أفيائك نسرين، أنا زهر الشوك، أنا الورد. من ناحيه الشكل والتصميم الخارجي للساعه ففي بعض التغييرات البسيطه جدا. تصميم الفريم او الاطار بتاع الساعه هيكون من التيتانيوم، وده اللي بيخلي تصميم الساعه شكله حلو وشيك جدا، بالاضافه للجوده والمتانه برضو بتاعه التيتانيوم. بعض التفاصيل الصغيره برضو من ناحيه التصميم هي تغيير شكل الزراير بتاعه الساعه، هي تغيير شكل الزراير نوعا ما عن الجيل اللي فات. تغيير تاني طفيف جدا برضو في الساعه هيكون في حته منبعجه او حته داخله لجوه كده ما بين الزرارين اللي موجودين في الساعه. هنا الزراير هنا تكون في نفس الاتجاه بتاع عقارب الساعه، يعني عقارب الساعه وهي بتلف الزراير هتكون ناحيه اليمين. الشاشه هنا تكون اكبر نسبيا عن الجيل اللي فات. الشاشه في الجيل اللي فات كانت بتيجي ب 1.4 انش، دلوقتي الشاشه هتكون 1.4 انش. اي نعم تغيير مش كبير قوي، ولكن على الورق الشاشه هنا اكبر من الجيل اللي فات. الشاشه طبعا هتكون شاشه اموليد بريزوليوشن 470 في 470 بكسل. الشاشه هنا هيكون عليها طبقه حمايه من السفاير جلاس، بالاضافه لدعم الاولويز اون ديسبلاي، مع تغييرات بسيطه جدا من ناحيه الاستراب بتاع الساعه اللي هيكون برضه باستراب من السيليكون، ولكن التفاصيل الصغيره دي هتتضح بشكل اكبر وقت ما يتم الاعلان بشكل رسمي عن الساعه. مع رجوع كلمه الكلاسيك بدل البرو في الجيل اللي فات او الجيل الخامس، رجع معاها برضو حاجه مميزه من ريحه الكلاسيك، وهي البيزل الدواره او التاج الدوار اللي بيكون في الساعه اللي بيكون محيط بالمينا بتاعت الساعه نفسها. وده لان الجيل اللي فات كان بيجي بنفس التاج الدوار ولكن عن طريق السوفت وير، وده اللي خلى ناس كتيره جدا من محبي الجالاكسي واتش استاءوا جدا من القرار ده او من التصميم الجديد للساعه. وفكره ان سامسونج تتخلى عن التاج الدوار ده كانت مشكله فعلا، ولكن سامسونج نزلت برضو على رغبه المحبين والناس اللي بيحبوا المنتجات بتاعتها ورجعت البيزل الدواره او الكراون الدوار ده، ودي حاجه طبيعيه جدا لان دي واحده من المميزات اللي بتميز الجالاكسي واتش. ولان كل ساعه طبعا ليها بعض الحاجات او بعض الجينات المميزه ليها، زي الابل واتش مثلا التاج الدوار اللي بيكون في الجنب ده، الجالاكسي واتش فيها الكراون الدوار او التاج برضو الدوار ده عادي، ولكن بيكون محيط بالشاشه بتاعت الساعه نفسها. الساعه هتيجي مع نسخه الاي سيم او ال تي اي، كمان الساعه هتكون حاصله على نفس المعيار الام اي ال اس تي دي 810 اتش، وده معيار صلابه ومتانه في الجيش الامريكي. الساعه هتيجي مع الاي بي 68 وهتكون مقاومه للميه حتى عمق 50 متر، مع دعم المستشعرات التقليديه لمراقبه الحاله الصحيه، مع دعم الاي سي جي، مع دعم البادي كومبوزيشن. والاي سي جي عشان تعمل رسم بياني كهربائي للقلب بتاعك، ولازم تاخد في عين الاعتبار ان رسم البيان الكهربائي للقلب ده ما يعتمدش عليه بشكل كامل في التشخيص الطبي، بالاضافه للبادي كومبوزيشن وده اللي بيعمل تحليل لجسمك نفسه عشان يعرض لك نسبه الدهون ونسبه العضلات ونسبه الميه في جسمك. ولكن في نقطه مهمه جدا من ناحيه الاي سي جي، هي ان الساعات ما بتدعمش الاي سي جي او عمل رسم بياني للقلب بتاعك الا عن طريق موبايلات سامسونج. اي موبايلات تانية ما بتقدرش تستفيد بنفس الميزه دي، بالاضافه لمراقبه معدل ضربات القلب واستقرارها. الساعه هنا هتيجي مع الاندرويد وير او اس 3.5 مع واجهه ال1 يو اي واتش 5، بالاضافه للمعالج الجديد الاكسينوس دبليو 980، وده اللي هيديك اداء افضل عن الجيل اللي فات الدبليو 920 بنسبه 10% افضل، بالاضافه لسعه تخزين داخليه 16 جيجا بايت، بالاضافه ل 1.5 جيجا بايت رام. الساعه ما بتدعمش تركيب كارت ذاكره خارجي. الساعه هتدعم الواي فاي، هتدعم البلوتوث 5.3. الساعه هنا هتدعم الان اف سي، بالاضافه لدعم تطبيقات الطرف الثالث او التطبيقات الخارجيه عن طريق متجر جوجل، بالاضافه لدعم الجي بي اس بشكله التقليدي المعروف، انك تنزل الجوجل مابس على الساعه نفسها وتاخد كل الاحداثيات اللي بتاخدها على الموبايل بتاعك عن طريق الساعه من ناحيه الاتجاهات والمسافه والسرعه وكل حاجه. ولكن في حاجه مش محمسه شويه، هي ان الساعه تيجي ب 425 ملي امبير من ناحيه ساعه البطاريه، بالاضافه لشحن وايرلس بقوه 10 واط. ما نعرفش هل هيتم معالجه الامر ده بان الساعه هنا توفر اكتر في عمر البطاريه، وده بسبب المعالج الجديد اللي هو الاكزينوس دبليو 980 اللي المفروض بيجي ب 4 نانو، واللي المفروض هيوفر اكتر في عمر البطاريه عن الجيل اللي فات اللي كان بيجي ب 5 نانو. ولكن لحد دلوقتي ده مش واضح بالتفاصيل اكتر، ولكن انا من رايي البسيط ان سامسونج هتعدل المشكله دي وهتحاول تضاهي ساعه البطاريه الاقل بان المعالج هيوفر اكتر في عمر البطاريه، وممكن برضو تدخل الفكره بتاعه التكنولوجيا بتاعه البطاريات اللي موجوده في السيارات الكهربائيه اللي اتكلمنا عنها في فيديو الاس 24 الترا، وان سامسونج تقدر تستخدم بطاريات بنفس الحجم ولكن بسعه ملي امبير اكبر عن اي بطاريه ثانيه. ولكن بما ان ساعات سامسونج ما بتعيش اصلا والبطاريه بتاعتها بتفضى بسرعه، فكنا نتمنى ان لو حاجه زي دي حصلت طبعا ان يتم تطوير البطاريه هنا عشان يكون عمرها اكبر من الجيل اللي فات او الاجيال اللي فاتت كلها يعني. ولكن مزيد من التفاصيل دي حول البطاريه هنعرفها وقت ما يتم الاعلان بشكل رسمي عن الساعه. الساعه هيتم الاعلان عنها في شهر يوليو القادم مع موبايلات الفولدبل، مع الاجهزه اللوحيه او التابلتات بتاعت سامسونج
سامسونج الاس 9 والاس 9 الترا. سعر الساعه من المتوقع ان يكون حوالي $400 او ممكن يكون اكتر شويه، ما نعرفش لحد دلوقتي، ولكن لو نفس التسعير بتاع الجيل اللي فات هيكون $400. اكتبوا لي كل الاراء بتاعتكم تحت في الكومنتات، ايه الحاجه المميزه والحاجه القويه اللي شايفها في الساعه دي، وايه رايك ان سامسونج رجعت في كلامها ورجعت التاج الدواري اللي موجود في الساعه اللي هي واحده من الجينات الرئيسيه للجالاكسي واتش. دي كل حاجه عن الجالاكسي واتش 6 كلاسيك مع عوده الاسم القديم وعوده حاجه من النوستالجيا القديمه، التاج الدوار. هستنى كل الاراء بتاعتكم تحت في الكومنتات واشوفكم بقى الفيديو اللي جاي. سلام.